بتبدأ الحلقة السادسة من انمي فينلاند ساجا بمشهد بيكون فيه اينار وسورفين وهما بيكونوا بيشتغلوا في الحقل، وبيبقى اينار بيسحب الغصن بتاع الشجرة وسورفين بيقوله وقف يا اينار لنحفر اكتر ونخرج هذا الغصن، وبيقعدوا يحفروا اكتر. في الاخر بيطلع الغصن كبير، وبعد كده اينار بيقوله انه لازم يكون معانا حصان، وبينتهي المشهد الاول على كده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقول لي رايك في كومنت. وكمان روح شوف الحلقات اللي فاتت هتلاقيها كلها في قائمه تشغيل وقول لي رايك فيها. وكمان هتلاقي انمي الحرب الشماليه برضك في قائمه تشغيل. وبس كده، ويلا بينا على الانمي. بس قبل ما نرجع على الانمي معلومة كده على السريع، ان في 3 قنوات اصدقائي: قناة انمي جيمي، والقناة التانية زورو، والقناة التالتة قناة كوكب الانمي. وبس كده، روحوا اشتركوا عندهم وفعلوا زر الجرس قولوا لهم من طرف الكومي. ويلا بينا على الانمي. وبعد كده بيروحوا كل من اينار وسورفين وبيسألوا الضيوف ويقولوا لهم ان هم عايزين حصان، فبيقولوا لهم استعملوا جسمكم في العمل. وهم ماشيين اينار بيقول انه خيارهم الوحيد ان هم يتحدثوا مع السيد. وبعد كده سورفين بيقول لاينار انه حتى لو قالوا للسيد الضيوف هيزعلوا منهم ويحقدوا عليهم. وبعد كده اينار بيقول لسورفين مفيش حل غير كده. وبعد كده سورفين بيقول لإينار انه ما ينفعش يأجلوا الزراعة اكتر من كده. وبيقول إينار لسورفين انها هتقعد كام سنة علشان تتزرع بالشكل ده. وهم ماشيين بيشوفوا واحد عجوز بيطلب منهم انهم يساعدوه. وبعد كده بيقول لهم ان انتم مش عايزين اي حاجة اديها لكم، مثلا يعني حصان. فهم بيبقوا مستغربين هو ازاي عرف. وبعد كده بيقولوا له اجل محتاج الى حصان، فبعد كده بيخليهم يخدموه ويساعدوه في حاجات كتيرة، واخيرا بياخدوا الحصان. وبعد كده وهم ماشيين بالحصان اينار بيقول لسورفين هل عملت بالزراعة من قبل؟ فسورفين بيقول لإينار انه ما زرعش قبل كده، وقال له انه في بلدته ما كانش فيه حد بيزرع. فبيرد إينار ويقول له انه عن نفسه هو بارع في الزراعة. وهم مكملين ماشي بيبقى في ناس من الضيوف وبيقولوا لإينار وسورفين ان هم ازاي خدوا حصان من غير اذنهم. فبعد كده إينار بيقول لهم ان هم اصلا مش واخدينه منهم، وهم واخدوه من راجل اسمه سفيركل. وهم بيقولوا لهم مفيش حد اسمه سفيركل. فإينار بيقول لهم هو عجوز اصلع وقصير. والضيوف عمالين يفكروا، واحد منهم بيقول يمكن يكون هو السيد الكبير. فبعد كده إينار بيقول مين هو السيد الكبير؟ فبعد كده الضيفين بيقولوا ان هو والد السيد اللي هو مشتريهم، وهو السيد الكبير اللي هو سفيركل، يبقى هو اهم واحد في الحقل. وبعد كده بيسيبوهم يمشوا، وبنروح لمشهد لإينار هو وسورفين وبيكونوا بيزرعوا الارض، ويكون خلصوا جزء كبير وبينزل المطر. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه السيد كتيل وهو مع والده سيد سفيركل، وهو بيكلم ابوه سفيركل وبيقول لابوه انه ما يكلمش العبيد دول ويقول له العبدين دول تبعه. وبعد كده بيدخل العبدين اللي هم إينار وسورفين ويسلموا على السيد سفيركل، وهو بيقول لهم اقلعوا هدومكم ونشفوها علشان اتبلت من المطر. وهما بيقلعوا هدومهم بيشوفوا ثعبان وبيكون نايم، وهم بيقولوا يبدو انه نايم بعدم ارتياح. وفجأة بيصحى من النوم ثعبان وبيصرخ على جده ويقول ها انا لقد لحقتك قبل ان تأكل ولن اتركك تأكل لوحدك مرة اخرى. وبعد كده سفيركل بيقول لثعبان
انك شخص بجح، كيف تأكل وانت لم تعمل حتى؟ فبيقول له اخرس يا جدي، وبيقول له ان بيأتي اللصوص ليلا، وبيقول له ان المزرعة دي مسالمة بسبب ان هم بيحرسوها، علشان كده مفيش مشكلة انه ياكل. وثعبان وهو بيكلم جده بيشوف اينار وسورفين وبيقول لهم ماذا تفعلون؟ فبيقولوا له هل مسموح لنا الاكل؟ فبيقول لهم الطعام ليس فاخرا لدرجة انه ليس متاح لكم، هيا تعالوا وكلوا. فبيرد عليه جده سفركل ويقول له ما هذه الوقاحة؟ بيقول لهم يلا اقعدوا كلوا معنا، بما انكم اشتغلتم تستحقون الاكل. فبعد كده وهم قاعدين بيكلموا ويقولوا هل هو صحيح ان اللصوص يأتون المزرعة؟ فبيرد ثعبان ويقول نعم انهم يأتون دائما. بعد كده ثعبان بيقعد يتكلم مع السيد الكبير سفركل وبيقول له ان هو ده عملهم، انهم يطردوا اللصوص. فبيرد عليه سفركل ويقول له ان قدر ما يخسروه من اللصوص هو نفس القدر الذي يدفعونه لهم من اجل ان يحموا المزرعة، ونحن من دونكم نستطيع طرد اللصوص، فنحن رجال نرديين نعرف كيف نستعمل السيوف والرماح. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا ويكملوا كلامهم، وسفركل بيقول لثعبان اغرب عن وجهي. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه اينار وسورفين وهما الاتنين عمالين بيتكلموا. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه اينار وسورفين وهما بينثروا الحبوب، واينار بيقول لسورفين انثر حبوب اكثر. فسورفين بيقول له ليس هذا كل ما لدينا. فبيقول له اجل لكن ثق بي لا بأس، وبيقول له انا صديقك فثق بي. وبعد كده بيقول له ماذا صديقي؟ فبيرد عليه ويقول له أنا ماذا تشك بهذا؟ ألسنا صديقان؟ فبيقول له لا بل صديقان. وبعد كده بتنتهي الحلقة، وبتنتهي طبعا الحلقة في حتة جميلة جدا. بس قبل ما ننهي الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي رأيك في كومنت، وهتلاقي الحلقات زي ما قلت لك في علامة الاي، وكمان انمي الحرب الشمالية هتلاقيها في علامة الاي وفي نهاية الفيديو. واشوفك فيديو جديد، يلا سلام.